ازاي تنظم شغلك. واحد من الكتب اللي هو الريفرنس معايا في الكتاب اسمه القواعد العامه لريتشارد تيمبر، هو كتاب مترجم من افضل الكتب. وطبعا هو الكاتب بيحكي برضه قصته هو شخصيا، كان في الشغل ازاي منبوذ اصلا في الشغل وبقى هو المدير بتاع الشغل اصلا. واخيرا في الجانب المادي، ازاي ان انت تنظم الماديات بتاعتك، لان الفقير لو اديت له مليون جنيه برضه هيضيعه. تصرفه فيه هيكون تصرفه زي لو معاه 100 جنيه. فانت لو معاك 100 جنيه ازاي اصلا انت تقدر تنظم ال 100 جنيه دي، عشان لما يبقى معاك فلوس اكتر تقدر تنظم برضو الحاجه دي زي ما كان. لان الطبع، حتى انا بقولها دايما، انت في فتره الكليه دي الفتره اللي انت بتشكل فيها نفسك للمرحله اللي جايه. فانت زي عجينه معاك، فانت الطباع اللي انت هتشكل نفسك عليها دلوقتي سواء في اي جانب من الجوانب دي هتستمر معاك بعد كده بشكل كبير. هيبقى التغيير صعب شويه، فدي احسن فتره انك تشكل فيها شخصيتك باي ديفولت. ازاي ان انت توازن من جوانب حياتك كلها عشان لما تطلع الستيب بعد كده، المرحله بعد كده، تقدر فعلا تكون عندك نفس الطباع ديت وبتعملها تلقائي زي ما بنقول.